السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاكرين لعبة كابتن كلو اللي كنا بنلعبها زمان في أواخر التسعينات وأوائل الألفينات على الأجهزة القديمة بتاعت زمان دي، واللي هي عبارة عن فار لابس قرصان بحري وبيجمع كنوز وفلوس وذهب وحاجات كتيرة غالية قوي. طب ايه رأيك بقى النهاردة لو قلتلك إن في قرصان قدر إنه يجمع كنز أكبر من كده بكتير جدا؟ ولو مش مصدق إنه جمع كنز أكبر من كده بكتير، فأحب أقولك إن الكنز بتاعه قدر تقريبا بمليار جنيه استرليني، يعني تقريبا 39 مليار جنيه مصري. طبعا بقى أول سؤال هيجي في دماغك، هو مين ده وعمل ايه عشان يجمع الثروة الضخمة دي، وهو فين حاليا وثروته فين كمان؟ تعالى بقى النهاردة احكي لك كل حاجة بالتفصيل عن كنز القرصان أوليفر ليفاسور. وطبعا زي ما متعودين هنبدأ الأول بشرح مخطط لغرفة الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة. غرفة القرصان ليفاسور مقسمة من الداخل لست مناطق أساسية. أولا نشأة القرصان، وتعلم القرصنة ازاي، وحياته قبل الكنز كانت عاملة ازاي، وازاي قدر انه يجمع الكنز ده، وايه سر القلادة اللي قال ان فيها حل الكنز، ومين اللي دور على الكنز زمان ودلوقتي. تعال بينا بقى نبدأ بالمفتاح الأول ونشوف هيودينا فين. يوم 5 نوفمبر سنة 1688 في مدينة كاليا التابعة لإقليم بات كاليا في شمال فرنسا، اتولد القرصان أوليفر ليفاسور أو الصقر زي ما كانوا بيقولوا عليه، واتسمى بالاسم ده بسبب سرعته العالية وشراسته في الهجوم على ضحاياه من المراكب والسفن اللي كان بيسرقها. اتولد في عيلة برجوازية الأصل خلال فترة حرب اسمها حرب ال9 سنوات، واللي استمرت من سنة 1688 لحد سنة 1697، وتلقى تعليمه وحصل على شهادة في علم الهندسة، واللي بالرغم من انه اتخرج منها وكان مميز فيها جدا، الا انه ما كانش ميال ليها قوي ولا للحياة على البر كله اساسا. وكان من وهو صغير مبين حبه للبحر وحياته الجميلة الهادية الرقيقة دي، وده اللي خلى زمايله يسموه انه مولود من حورية بحر، كناية يعني على انه انسان مرتبط بالبحر جدا. وبعد ما خلص الدراسة بدأ انه يفكر ازاي ينمي حبه للبحر ده في نفس الوقت ما يوقفش حبه الشديد للمال واللي كان بيراوده من وهو صغير. وبالإضافة لانه كان ليه حلم كبير جدا، وهو انه يكون عنده سفينة ضخمة مليانة بالذهب، وتقريبا يعني هو ده اللي حصل بالظبط. وتعالى بقى افهمك اول خطوة خدها اوليفر لتحقيق حلمه ده، وده اللي هنشوفه في المفتاح الجاي. زي ما قلنا ان اوليفر اتعلم تعليم عالي جدا لدرجة انه اخد بكالوريوس في الهندسة، ودي حاجة كانت نادرة جدا 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 في فرنسا وقتها. وما تستغربش من كده، لان اغلب دول العالم في العصور دي كانت دول جهلة جدا وبشكل مش هتتخيله. وسيبك بقى من الوش اللي مركبينه دلوقتي ده، كل ده ملوش اي لازمة. وهنعمل حلقة مخصوص عن الموضوع ده تحديدا عشان نفهم الناس تاريخ كل الدول اللي على الساحة دلوقتي، عشان بس يعني كل واحد يبقى عارف حجمه وحجم اللي حواليه. نرجع بقى لموضوعنا. تم طلب أوليفر للانضمام للبحرية الفرنسية في حربها مع الأسبان، واللي استمرت من سنة 1701 لسنة 1714، واللي فيهم خدم أوليفر كقرصان قانوني، واللي معناه يعني إنهم بيجهزوا سفن ملكية بالسلاح والجنود، ويدربوهم كويس جدا على تنفيذ بعض المهام اللي ما ينفعش الحكومة تظهر فيها. بمعنى أصح يعني حاجة كده مزيج بين المخابرات وبين جنود المرتزقة، واللي فيها اكتشف أوليفر إنه قرصان بالفطرة وإنه مولود للمكان ده تحديدا. وهنا بقى قرر قرار هيغير مجرى حياته تماما، وهو إنه بعد ما الحرب انتهت أمرت الحكومة الفرنسية كل السفن سواء الحربية أو القراصنة إنهم يرجعوا للشواطئ الفرنسية. وهنا بقى أوليفر كان مقرر من البداية إنه مش هيكمل في الحياة العسكرية، وهيتمرد عليهم وياخد السفينة بالجنود والسلاح ويهربوا. وكتير من المصادر بتأكد إن أوليفر قرر القرار ده بعد ما تصفي عينه في واحدة من العمليات اللي قام بيها، وجاله ضعف شديد جدا في النظر وقتها، وبعدها بفترة عينه راحت تماما. اضطر إنه يحط رقعة سودة على عينه، ودي واحدة من التفاسير اللي ظهرت عن ليه القراصنة بيحطوا حاجة سودة على عينيهم. وبعدها انضم هو ورجالته لقرصان تاني اسمه بنجامين هورنجولد. الكلام ده حصل سنة 1716، وبعدها بقى تم تعديل اسمه عند السلطات الفرنسية من قرصان قانوني لقرصان فقط، يعني بقى مجرم حسب القانون الفرنسي. ومن هنا بقى هتبدأ المشاكل تظهر في حياة أوليفر. تعالى بقى نشوف أول مشكلة في حياته هتظهر فين. بفضل الشراكة اللي بينه وبين بنجامين، واللي استمرت بالمناسبة سنة واحدة بس، قدروا ان هم يكسبوا مكاسب طائلة من عمليات السطو اللي قاموا بيها في الفترة دي.
رغم قصر المدة طبعا. بس للأسف بقى أوليفر كان حابب يجرب إنه يتجه للساحل الأفريقي، أو زي ما كانوا مسمينها أيامها القارة السوداء، وده لأنه سمع إن فيها كميات مهولة من الذهب والماس بيتنقلوا من الشواطئ لغاية دول أوروبا، واللي بالمناسبة يعني دي حقيقة فعلا ولغاية دلوقتي. ولما عرض الموضوع ده على بنجامين رفض جدا، لأنه عارف إن الساحل الأفريقي متحصن من كذا جهة بالتضاريس الطبيعية، وفي نفس الوقت إن السفن هناك سفن متطورة جدا، والجنود هناك أقوياء جدا، وصعب إن القراصنة يشتبكوا معاهم. بس أوليفر بقى كان له رأي تاني تماما، وهنا تم فسخ الشراكة بين أوليفر وبنجامين عشان يبدأ أوليفر رحلته مع اللي هيوصلوه للكنز معاهم. تعالى بقى نشوف هما مين وإزاي قدروا إن هما يوصلوا للكنز العظيم ده. سنة 1719 اتعرف أوليفر على قرصانين جداد، وهما هولدافيز وتوماس كوكلين، واللي عرفوه عن إن في سفينة ضخمة تابعة للجيش البرتغالي بتبقى فيها أسلحة بكميات مهولة بتمر من منطقة معينة كل شهر في نفس الميعاد، واللي فضلوا يدوروا لحد ما وصلوا الخريطة بخط سير السفينة دي. بس للأسف بقى تقريبا كده أوليفر في حاجة بينه وبين مدة السنة دي، لأن بعدها بسنة واحدة سنة 1720 اتحطمت السفينة اللي أوليفر كان واخدها من الحكومة الفرنسية، ومات توماس ومات هولدافيز. وبعدها بقى أوليفر فضل موجود في جزيرة اسمها جزيرة أونجوان، ودي واحدة من 3 جزر تابعين لدولة جزر القمر، واللي فضل فيها سنة واحدة برضه بيتعالج هو ورجالته من أثر تدمير السفينة دي، ولحد النهاردة محدش عارف هي انفجرت ليه ولا هي موجودة فين دلوقتي. وفي سنة 1721 بدأ أوليفر يطلق حملاته من جزيرة سانت ماري في مدغشقر بالاشتراك مع 2 قراصنة جداد اتعرف عليهم في فترة السبات دي، وهم جون تايلر وإدوارد إنجلاند. بس زي ما قال فلاش كده من فرقة العدالة no honor between thieves، يعني مفيش شرف بين اللصوص، لأن إدوارد بعد ما سمع بحوار الخريطة اللي مع أوليفر ده حب إنه يتخلص من الاتنين التانيين وياخد هو السفينة بالرجالة وينفذوا العملية دي بنفسهم. ولو بتسأل بقى ليه الاهتمام ده كله بالسلاح، فحب أقولك إن السلاح بالنسبة للقراصنة زي الدم بالنسبة للإنسان العادي، ما ينفعش يعيشوا من غيره، ولو بقى معاهم السلاح الكتير قوي ده فده هيسمح لهم إنهم ينفذوا عمليات بشكل أفضل وأكبر وأسرع. بس طبعا الصقر بتاعنا عرف واتفق مع جون وقتلوا إدوارد ودفنوه في جزيرة موريتيوس، وهنا بقى قرروا إنهم ينفذوا العملية دي، وإن ما ينفعش إن يتم التأجيل تاني لأي سبب، وده اللي هنعرفه بالتفصيل في المفتاح الجاي. يوم 27 من إبريل سنة 1721 بعد تدريب 6 شهور لرجالتهم، واللي استخدم فيهم أوليفر خبرته العسكرية في التدريب اللي اتعلمها أثناء ما كان موجود في البحرية الفرنسية، واللي بيها قدروا إنه يوصل رجالته لمستوى عالي جدا يرتقي لمستوى جنود البحرية الفرنسية الخاصين بالنبلاء، ودول وقتها اللي كانوا بيأمنوا السفن الشخصية لنبلاء فرنسا، حاجة كده زي رجالة الحراسات الخاصة دلوقتي. وفضلوا طول ال6 شهور دول يجمعوا أسلحة على قد ما يقدروا من كل حتة، وحطوا فيها كل الفلوس اللي كانت معاهم تقريبا، جمعوا كمية أسلحة كبيرة جدا، بس طبعا ما تجيش حاجة جنب اللي هياخدوه من السفينة. ولو بتسأل ليه كل ده، أحب أقولك إن هما وقت ما كانوا بيعاينوا السفينة دي وهي بتبحر من المينا، لقوا إن السفينة عملاقة بشكل أكبر مما يتوقعوا بكتير، وفيها تقريبا 72 مدفع، ده غير كمية الجنود اللي موجودين على السفينة، والمفروض ان هم يعني بيحموا السلاح اللي على السفينة. بعد بقى ما جمعوا السلاح ودربوا الرجالة بتوعهم، قرروا ان تنفيذ العملية هيكون يوم 27 ابريل، هيكون ده هو اليوم اللي هيهجموا فيه على السفينة. ولو بتسأل ليه اليوم ده تحديدا، الإجابة بمنتهى البساطة في اللقب اللي أخد أوليفر. زي ما قلنا إنه اتلقب بالصقر، ومن أهم صفات الصقور إنها بتعرف إمتى وفين تنقض على فرستها. الصقر بتاعنا بقى قرر إن اليوم ده هيكون هو يوم تنفيذ العملية، لأن السفينة دي هتكون في اليوم ده في بحر الشمال. ولو مش عارف يعني ايه بحر الشمال، فحب اقولك ان البحر ده بيكون فيه موج قادر انه يقلب اي سفينة عملاقة ممكن تعدي فيه مهما كان حجمها، ده غير ان العواصف والاعاصير البحرية الضخمة اللي بتكون جوه البحر ده قادرة ان هي توقف سير اي ابحار يتم داخلها، ولازم ان هم كانوا يعدوا من الطريق ده تحديدا، وهتعرف ليه كمان شوية. وهو اختار المكان ده تحديدا لان الجنود هيكونوا ملخومين في صد موج البحر ومحاولة النجاة من السفينة وقتها، وساعتها يقدر هو بقى يغفلهم ويسيطر على السفينة بمنتهى السهولة. وقد كان فعلا اليوم ده كان في عاصفة شديدة جدا في البحر، اضطرت طاقم السفينة انهم يرموا ال 72 مدفع كلهم، وطبعا دي كانت فرصة ذهبية للصقر بتاعنا
انه يقدر يدخل جوه السفينة ويسيطر عليها بكل سهولة. وبعد مناورة بسيطة جدا بين رجالته اللي متدربين على اعلى مستوى، بل اعلى من الجنود اللي على السفينة نفسهم، قدروا ان هم يسيطروا على السفينة. وهنا بقى كانت المفاجأة للكل، ان كل الجنود دي والمدافع والسلاح ده كله ما كانتش بتحمي شحنة اسلحة ولا حاجة، ولا حتى السفينة دي تبع الجيش البرتغالي أصلا. السفينة دي كانت سفينة خاصة لواحد من أكبر النبلاء في البرتغال، والجنود دول كانوا بينقلوا ثروة الراجل ده كلها من مكان للتاني كل فترة، وبيمروا بنفس خط السير ده عشان يبينوا إن الموضوع فعلا موضوع نقل أسلحة. لو بتسأل بقى الكنز ده قد ايه علشان يحموه بالسلاح ده كله، فحب اقولك ان السفينة كانت مليانة بسبايك ذهب وفضة وصناديق مليانة بالذهب والماس وقطع من الحرير ومقتنيات فنية غالية جدا زي تماثيل وألواح أثرية وحاجات فخمة جدا يعني. والجايزة الكبرى بقى في الكنز ده هو صليب من الذهب الخالص مرصع بالألماس، حجمه ضخم جدا لدرجة انه احتاج 3 من الرجالة اللي متدربين كويس دول عشان يشيلوه وينقلوه. والكنز بالكامل اتقدر قيمته تقريبا ب100 مليار جنيه استرليني، يعني تقريبا 3 تريليون و920 مليار جنيه مصري. انت متخيل الرقم ده؟ واطلق العنان بقى لخيالك، لو وقع الكنز ده في ايدك ممكن تعمل بيه ايه؟ وانت تتخيل فرحة اوليفر ورجالته بعد ما شافوا شلال الفلوس اللي اتفتحت قدامهم دي. بس احب اقولك بقى ان القراصنة بطبعهم الطمع، وانهم استحالة يرضوا باللي في ايديهم، لانهم في اليوم ده اخدوا السفينة العملاقة دي ورموا كل الجنود اللي كانوا فيها في البحر، واعتبرها اوليفر بقى ان هي دي هتكون سفينته الجديدة، وسماها سفينة النصر. وبعدها بقى بدأوا يقسموا الكنز ده عليهم بالتساوي. وأوليفر طبعا بما إنه البرنس صاحب الفيلم ده كله أخد الصليب الذهب ده ليه. وطبعا أوليفر مش عبيط ولا غبي علشان يسيب الكنز ده في الشارع كده، ولا إن هو يخبيه في مكان عادي، وقرر ساعتها إنه يعمل له مخبأ سري، وهو ده اللي هنعرف تفاصيله بالكامل في المفتاح الجاي. على غرار صاحبنا النبيل البرتغالي بقى، أوليفر ما عملش مخبأ واحد، ده فضل ينقله من مكان لمكان عشان يحافظ عليه. وشوف القدرة بقى يا أخي في اللي جاي ده، أوليفر ما كانش بس بينقل الكنز من مكان للتاني، ده كان بيقتل كل واحد يساعده في نقل الكنز ده. وفي مرة قتل راجل ومراته وعياله، منهم طفل رضيع، عشان الراجل حكى لمراته عن القرصان اللي كان بيساعده في نقل الصناديق. الغريب بقى انه ما حكالهاش عن اللي جوه الصناديق اصلا، لانه اساسا ما كانش يعرف هي فيها ايه. وفي سنة 1724 بعد ما أوليفر اطمن على الكنز بتاعه في مكان استحالة حد يعرفه، قرر التقاعد تماما عن مهنة القرصنة دي. يعني طبعا ده أساسي، لازم يعمل كده، ده معاه فلوس لو فضل يصرف منها من سنتها لحد دلوقتي ما كانتش هتخلص. ده معاه تريليون و960 مليون جنيه مصري، ده لو حب يشتري الأهرامات التلاتة بابو الهول نفسه كان زمانه اشتراهم. يلا ما علينا، اهي أرزاق. نرجع بقى لموضوعنا. بعد ما قرر أوليفر التقاعد، بعت لكل السلطات الخاصة بالبلدان اللي قام فيها بعمليات القرصنة إنه عايز يتفاوض معاهم على عفو منهم على كل الجرائم اللي عملها. والسلطات طبعا وافقت، بس في مقابل إنه ياخدوا نص ثروته، بعد ما خبر سرقته للكنز الطائل ده سمعت في كل دول العالم. واللي طبعا رفض العرض بتاعهم، وقرر إنه هيعيش في مخبأ سري ليه جوه جزيرة سان ماري. بس زي ما بيقولوا كده يعني موت الزمار وصوابعه بتلعب. حبه الشديد للبحر والقيادة غلبه على إنه يفضل موجود وساكت. قرر ساعتها إنه يرجع تاني للبحر، بس المرة دي رجع كقبطان مش كقرصان. وفضل على الحال ده لحد سنة 1729، ودي بقى كانت سنة الحساب بتاعته. ولأنه في أحد الرحلات اللي قام بيها أوليفر تم التعرف عليه والقبض عليه في منطقة سان دينيس في جزيرة ريونيون. طب إيه بقى حكاية القلادة اللي أنت مسمي بيها المفتاح دي أصلا؟ بص يا سيدي، بعد ما تم القبض على الصقر الرحال زي ما سموه السلطات وقتها، تم الحكم عليه بالإعدام في قضية القرصنة وقتل الجنود اللي كانوا على السفينة وتهم تانية كتيرة جدا. ويوم تنفيذ الحكم كان هو يوم مولد أسطورة القلادة، لأنه في اليوم ده وقت ما الصقر بتاعنا كان واقف على ترابيزة الإعدام وحبل المشنقة حوالين رقبته، خلع قلادة ضخمة كانت في رقبته ورماها على الناس اللي كانوا واقفين في الساحة، وقال اللي هيعرف يفك شفرة القلادة دي هيعرف يوصل للكنز. بعدها تم تنفيذ حكم الإعدام على الصقر العظيم في تمام الساعة 5 مساء يوم 7 يوليو من سنة 1730. وبكده يكون دور القرصان الشهير انتهى من الوجود، بس لسه الكنز بتاعه سره ما انتهاش. وده بقى اللي هنعرفه بالتفصيل في المفتاح الجاي، بعد ما نعرف مين اللي دوروا على الكنز وايه اللي كان جوه القلادة دي.
القلادة اللي رماها أوليفر عليهم منقوش عليها رموز متكونة من 17 سطر كاملين، كلهم رموز غير معروفة، واللي حاول كتير من علماء الخط واللغة إنهم يترجموا الكلام ده، واللي طبعا كانوا بيدوروا على الكنز بكل ما أوتوا من قوة، ومن كل الجهات كمان، مش شخص واحد يعني. الحكومات والنبلاء والقراصنة والصائدين الكنوز والعلماء والباحثين وناس كتير جدا، وطبعا كل ده من غير أي فايدة. واستمر البحث لحد سنة 1923. وفي السنة دي جت أرملة أربعينية اسمها روز سايفي، اشترت بيت صغير على البحر في منطقة اسمها بيل أومبري، وأثناء تحركها على الشاطئ لقت بعض النقوش الغريبة اللي موجودة على الصخور، واللي ظهرت أثناء انخفاض مية البحر في الفترة دي. والرسومات دي كانت عبارة عن كلب وأفعى وثقب على شكل مفتاح وعين بتبص في اتجاه معين على الشط وامرأة يافعة ورأس رجل. وطبعا أما بلغت البوليس عرفوا إن دي من رموز القراصنة، واللي منهم محافظ المنطقة، واللي حقق في الموضوع ده بنفسه وربط الخيوط ببعضها بين اللي لقوه على الشط وبين خريطة محفوظة في الأرشيف عنده ممضية من أوليفر نفسه، وبين رسالة تانية من قرصان اسمه بيماردين، واللي مات بعد أوليفر ب70 سنة كاملة، واللي كان باعتها لابن أخته وبيقول له إنه قدر يوصل لجزء من حل أوليفر، واللي لقى بيه بعض القطع اللي كانت في الكنز. وبعد ما بحثوا وتحديدا في الاتجاه اللي كانت بتبص فيه العين دي، قدروا إن هم يوصلوا لتابوتين جواهم قرصانين مقتولين ومتحللين تماما، تعرفوا عليهم من ملابسهم أولا ومن الحلقان الخاصة بالقراصنة اللي كانوا حاطينها في ودانهم، وجثة تالتة مجهولة الهوية لحد النهاردة ومتحللة تماما. قدروا إن هم يعرفوا إن الاتنين دول هما 2 من رجالة أوليفر اللي كانوا بيساعدوه إن هما ينقلوا الكنز، وإنه قتلهم بعد ما نقلوه فعلا. وده أكدوه لما لقوا إن في آثار لحفرة كبيرة جدا كانت تحت الأرض قريبة من المنطقة دي، بس طبعا كانت فاضية تماما. وفضل الحال كده لحد ما وصلت للباحث وصائد الكنوز ريجنالد كروز ويلجنز، واللي قدر يفك بعض من رموز شفرة أوليفر، واللي لقى إن الحل بتاعها هو ربط رموز القلادة باللي هنقوله دلوقتي: الأبراج الفلكية أولا، ومفاتيح الملك سليمان ثانيا، وأعمال هرقل الاثنى عشر ثالثا. ودول بعضهم معتقدات من العصور القديمة، وبعضهم كان ليه علاقة بمعتقدات وأساطير عند القراصنة بس. واللي قدر ريجنالد إنه يوصل بالفعل لحل جزء كبير جدا من شفرة أوليفر، واللي كان من ضمنها إن الكنز مدفون في باطن الأرض في منطقة لازم اللي يحفر فيها يكون بيحفر بحرص شديد جدا، وأي خطأ منه هيؤدي إن المنطقة تغرق بالكامل من مية البحر. ولحد ما مات كان بيدور برضه على الكنز ده، وإنه مقدرش يوصل لأي تفاصيل عن المنطقة دي. لحد النهاردة ابنه بيدور على الكنز ده برضه، واللي مش قادر برضه يوصل له. بكده بقى نكون سلمناكم النهاردة كل المفاتيح الخاصة بغرفة الصقر أوليفر ليفاسور، واحدة من أكثر غرف القصر بتاعنا غموض. اكتبوا لنا بقى في الكومنتات حابين نتكلم عن ايه في الفيديوهات اللي جاية، وتوقعكم ايه عن المنطقة اللي العالم ده وصل لها. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تستلموا المفاتيح الجاية، ونشوفكم بخير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.